السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله كده معانا فيديو حلو قوي، يا رب يعجبكم. اول حاجة طبعا كل سنة وانتم طيبين، عيد الاضحى داخل علينا، عيد مبارك سعيد على الجميع يا رب. معانا لسان العجل كده، ومعانا ممبار، ومعانا كوارع. هنعمل فيديو حلو كده. انتوا عارفين الحاجات ديت يعني ما يحلاش العيد الا باكل حاجة المذبح دي. انا طبعا قلت اعملها معاكم قبل العيد كده، عشان خاطر في العيد طبعا بيبقى الوقت طبعا مش عايزه اضيعه في المطبخ كتير، فعملناه قبل العيد كده في الرواقه، عشان خاطر طبعا اللي عايز بقى ايه، كلنا شاطرين وبنعرف نعمل الاكل، بس بندي معلومات بسيطه لبعضينا كده، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنا طبعا انا قطعت الكوارع، الجزار بيبقى باعتها لي العظمه بتاعتها متكسره كده زي ما انتم شايفين، لكن انا فصلتها عن بعضيها. بغسلها غسله كويسه، وبعد كده بنقعها طبعا في محلول ملح ودقيق وليمون. بغسلها غسله حلوه قوي. حاجات المذبح دي اهم حاجه فيها الغسيل، اغسليها كويس هتاكليها بنفس كده، وهيبقى فعلا طعمها حلو قوي. بفضل اغير لها الميه كتير زي ما انتم شايفين. هنا دي حته كرشه صغيره، كنت طلعت كيس صغير كده، لان انا عندي ولادي مش بيحبوا الكرشه قوي، فطلعت كيس صغير كده زي ما انتم شايفين، وسايباه يفك على جنب. اللسان بتاع العجل برضو بيستوي يعني سليم زي ما هو كده، وبعد كده بتقطعيه. غسلته غسله حلوه قوي، وبعد كده بقى بنجيب الليمون وننقعه فيه هو والملح والدقيق. الممبار طبعا انا بقلبه تحت الميه كده، وبرضو بكحته بالسكينه، وبعدين بروح حاطه عليه محلول الملح والليمون والدقيق، برضو بغسله غسله حلوه قوي. اهم حاجه تغسلي الممبار حلو، عشان خاطر يديكي الطعم الحلو اللي انت ايه بتحبيه. كتري الليمون بقى وما تستخسريش، قطعي ليمون كتير كده زي ما انتوا شايفين. الليمون هو فعلا بيضيع ريحه اي زفره. عصرت ليمون كتير كده على الممبار زي ما انتوا شايفين، وهسيبه بقى منقوع شويه، وبعد كده اشطفه شطفه حلوه من الليمون، واغسله برضو غسله تانية بالملح كده. اهم حاجه نغسل حاجتنا كويس عشان ناكلها بنفس كده. بص بحط ملح تاني اهو، حاطه ملح وليمون وغسلته بدقيق. الحاجه فعلا كان طعمها حلو قوي، وهتشوفوا الفيديو بتاعي كده معاكم ان شاء الله يعجبكم. بس هنا حبايب قلبي، بعد ما غسلت حاجتي كلها كده كويس قوي، حطيت حلتين فيهم ميه على النار يغلوا كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. معلش هنا الرنج لايت كان مطفي تقريبا وانا مش واخده بالي. حسقت الكوارع بتاعتي بقى كده زي ما انتوا شايفين. انا بصراحه بقى ما طلعتش الحله البريست، وقلت ده هو كارع واحد فمش محتاج بقى ان انا اطلع الحله الكبيره واسوي فيها، ان شاء الله هو هيستوي بسرعه، يعني فعلا ما اخدش وقت كتير. سقطت الكوارع بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهحط بقى التوابل بتاعتي على الكوارع. المية بتاعت اللسان برضو كانت غليت كده. هسقط اللسان، طبعا اللسان زي ما قلت لكم ان هو فعلا بيتسقط في المية وهو سليم كده، ما بكونش مقطعاه، بقطعه بعد السليق، لانه اللسان طبعا احنا كلنا عارفين ان هو بيتقشر. حطيته سليم كده زي ما انتوا شايفين. لازم تكون المية بتغلي قوي. اللسان بتاعنا كده، ونحط برضو التوابل بتاعتنا كلها. التوابل طبعا بتدي طعم حلو قوي للحاجات اللي احنا بنعملها بتاعت المذبح ديت. بصوا حطيت معلقة فلفل اسود، بحط هنا وهنا بقى مع بعض. ورق لوري، حبهان، اي حاجة عندك بقى بتدي شوربة طعم كده وانت بتحبيها. حطي طماطمايه، بصلايه، اللي انت بتحبيه في الشوربة، كأنك بتعملي لحمة. ظبطي الشوربة بتاعتك كده عشان تدي الاكل طعم حلو. بس هنا حطيت حاجتي كده على النار، وهركنها بقى خالص لما تستوي. الاكلات دي من الاكلات الجميلة، الاكلات الشعبية اللي فعلا يعني ما بيعديش العيد الا ما تاكليها. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وكل سنة وانتم فرحانين، وكل سنة وانتم سعداء جميعا.
طبعا بنسيب الحله تغلي كويس قوي، وبعد ما بتغلي كده بنهدي النار عليها. حطيت بصلايه هنا، حطي بصلايه على اللسان وبصلايه على الكوارع وبغطيهم بقى وبركنهم. بحط برضو طماطميه هنا وطماطميه هنا. لو في ريم طلع كده زي ما انتوا شايفين بشيل الريم اللي على الشوربه. وهنا من وقت للتاني كنت بقلب اللسان عشان خاطر طبعا الحله برضو ما كانتش كبيره قوي، فيا دوبك كان هو بيستوي كده براحته في الحله، فوطيت عليه النار وسبته لما استوى خالص. هنا حبايبي بقى زي ما انتوا شايفين كده اللسان بتاعنا كان استوى، طلعناه على صينيه كده وهبتدي اقشر القشره الخارجيه للسان. شقته كده زي ما انتوا شايفين من النص وبقشره زي ما انتوا شايفين. القشره بتطلع سهله قوي بدل اللسان مستوي. القشره بتطلع سهله. بشيل القشره كلها كده. بيديني لحمه حمرا جميله قوي قوي قوي. فعلا لحمه اللسان بتبقى من اللحوم الحلوه قوي اللي بتحبي طعمها وانتي بتاكليها. قشرتها كويس كده زي ما انتوا شايفين. ننضف بقى حوالينا كده ونشيل القشر ده خلاص. وبسكينة بقى كده وبنبتدي نقطع اللسان بتاعنا. بنقطعه حلقات كده بيبقى شكلها حلو قوي وهي مدورة كده، شكلها فعلا لحمة حمرا حلوة صافية خالص. لحمة اللسان فعلا بتبقى جميلة قوي، ومن انا عندي ولادي بيحبوها جدا. وهي بصوا شكلها بيبقى حلو، يعني بصوا شكلها وانتوا بتقطعيها حتى بيبقى شكلها حلو قوي. شكلها وطعمها بصراحة بتبقى حلو. هقطعه كله زي ما انتوا شايفينه كده حلقات. بس كده حبايبي قطعنا اللسان كده زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال شكله. يعني بصوا هو ممكن يتاكل مسلوق كده على فكرة. بس انا يعني هديله نص تحميرة كده، مش هحمره قوي، بس هقلبه كده في معلقتين زيت على معلقتين سمن وهديله نص تحميرة. بصوا اللسان بتاعنا وجماله، شكله فعلا جميل قوي وطعمه كان اجمل بصراحة. هنا اهو حطيت بقى معلقتين من الزيت على معلقتين صغيرين من السمنة، وهبتدي ارص في الجريل او في الطاسة بتاعتنا. هرص اللحمة كده اديها يدوبك تقليبة كده بس من ناحيتين. هنا بقى الكوارع بتاعتي كانت استوت. حطيت معلقة سمنة، معلقة توم، شوية كزبرة. هعمل طشة كده زي طشة الملوخية. بقلبها كده اول ما بتبتدي تصفر كده وتبقى اللون الذهبي الجميل ده، بروح حطاها على طول على الشوربة بتاعتنا. ودي بقى بتدي الشوربة طعم، يعني بتودي شوربة الكوارع فعلا لمكان تاني خالص. بس هنا حبايبي اللحمة بتاعتنا برضو كانت خلاص كده. بصوا اديتها صدمة من ناحيتين كده، نص تحميرة كده. ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة كده. ودي كانت الحلويات الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض. الممبار طبعا عاملة الممبار معاكم قبل كده، ما رضيتش طبعا ان انا اصوره معاكم المرة دي، وقلت كفاية الكوارع ولحمة الراس. بصوا منظر الكوارع بتاعتنا حاجة يعني فاخر من الاخر. وده كان نهاية الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني. هستنى رأيكم في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.